عمر كمال عبد الواحد، ركز عشان نجيب الخلاصه. ركز بقى. عمر كمال عبد الواحد الاهلي دخل فيه وبشكل كبير جدا جدا علشان يكون لاعبا في النادي الاهلي في يناير اللي جاي. في يناير اللي جاي المفاوضات من مودرن فيوتشر بيقودها دكتور وليد دعبس سيد رئيس النادي والاستاذ هيثم عرابي او الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر. ده من جهات مودرن فيوتشر. من الجهه الاخرى، من الجهه المقابله من ناحيه النادي الاهلي، من يقود المفاوضات هو المهندس عدلي القيعي، انا اعني ما اقول، رئيس شركه الكوره. ماشي؟ المفاوضات والكلام على ايه؟ على ان عمر كمال عبد الواحد يبقى لعيب في الاهلي في يناير. مودرن فيوتشر قال لك يا باشا انا مش عايز فلوس، انا عايز لعيبه، اديني ثلاث لعيبه وسماهم بالاسم. الثلاث لعيبه دول عايزهم على سبيل الاعاره لمده موسمين. على سبيل الاعاره لمده موسمين. واحد خالد عبد الفتاح، اتنين كريم ندفد، ثلاثة صلاح محسن. كل واحد منهم يقعد سنتين على سبيل الإعارة. في مقابل عمر كمال عبد الواحد بيع نهائي. هاخد 3 إعارة في مقابل إيه؟ عمر كمال عبد الواحد بيع نهائي في يناير. طيب الناس أخدوا الطلبات، مهندس عدلي القيعي أخد الطلبات اللي اتطلبت، ال3 أسماء هيروحوا بيها الكولر. يقولوا والله إحنا عايزين موافقة، ال3 دول أنت موافق إن هم يروحوا ولا مش موافق؟ عندك أي موانع فنية ولا لأ؟ إذا توافق بها ونعمة. طب توافق على 2 و1 لأ؟ هيشوفوا مكان الواحد ده يكملوا بيه فلوس، ياخدوا فلوس. هم اصلا التارجت بتاعهم مش عايزين فلوس، هم عايزين لعيبه، لان هم عارفين لو اخدوا من عمر كمال، من ورا عمر كمال فلوس، فهو اللعيب عقده هيخلص في يعني يحق له يتنقل لاي حد في يناير. فعلشان يعرف يطلع منه فلوس هيطلع منه كام؟ يعني 4 5 مليون جنيه، مش لانه كده كده هيبقى فري، مع نهايه السنه هيبقى فري. فقال لك خلاص استفيد انا في يناير واخد مكانه 3 لعيبه. فاذا اتوافق على 2 واترفض واحد، ركز معايا، اقول له طب خلاص اديني فلوس مكان اللعيب ده، هي تظبط تسند يعني. 2 ولعيب ماشي برضه ما فيش مشكله، نحل محلهم بفلوس. لكن 3 لعيبه يترفضوا ويبقى الموضوع فلوس، مودرن فيوتشر مش هيبيع عمر كمال عبد الواحد، لان هي كده بالنسبه له تبقى ايه؟ خساره بخساره. ماشي؟ طيب وارد دي امور تفاوضيه، دي الطلبات بس، ده كلام لسه في قعده تانيه، في قعدات حصلت، في قعده تانيه بعد ما يرجع المنتخب ويرجع عمر كمال يبقى موجود. عمر متمسك بنسبه 100% بالنادي الاهلي، خلاص عنده رغبه بنسبه 100%. لما يرجع عمر هيبقى في قعده تانيه، القعده التانيه دي قد يكون فيها، دي امور تفاوضيه، انه كولر يستطلع رايه فيقول لا انا ال3 دول عايزهم، فيرجعوا لمودرن فيوتشر يقول لهم طب ما تشوفوا لعيبه تانيه، فيطرح مجموعه من الاسماء، اذا توافق حصل توافق بها برضه ونعم. اذا الصفقه قريبه جدا جدا ان هي تخلص، ما فيهاش مشاكل ماديه، لانه مودرن فيوتشر مش عايز فلوس، مش عايز فلوس في المقابل، هو عايز لعيبه، عارف ان قيمه اللعيبه هتبقى اكتر من الفلوس اللي هياخدها في عمر كمال في الوقت اللي هم بيتكلموا فيه. ده عمر كمال عبد الواحد قصته بالكامل. اذا هو اقرب الى النادي الاهلي اكتر من اي وقت مضى، والصفقه تخلص في يناير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعيب فاضل 6 شهور في النادي، هياخدوا قصاده 3 لعيبة من النادي الأهلي: خالد عبد الفتاح، كريم ندفد، صلاح محسن. طبعا ده عملية ابتزاز للنادي الأهلي، وده دايما اللي بيتم في كل صفقات النادي الأهلي من الدوري المصري. كل الفرق تبتز النادي الأهلي، ما بيصدق النادي الأهلي عايز أي لعيب من أي فريق، كل الفرق بتشد في العريض، هي بتطلب أموال مبالغ فيها، زي ما انتم شايفين 3 لعيبة لمدة 2 مقابل لعيب فاضل في عقده 6 شهور. أنا مش عارف إدارة تعاقدات في النادي الأهلي والأهلي بيوافق أو هيوافق على حاجة زي كده إزاي. لازم إدارة النادي الأهلي تاخد مواقف حازمة مع هذه الأندية اللي بتبتز النادي الأهلي. أنا كأهلاوي ما يرضينيش إن الصفقة تتم بالشكل ده. عايزين 3 لعيبة لمدة موسمين، طب هيتفضل في عقدهم إيه بعد كده مع النادي الأهلي؟ كريم ندفد في خط النص الأهلي محتاجه في ظل تراجع مستوى مروان في الفترة السابقة، في ظل
بيع حمدي فتحي. الأهلي مش ضامن خط النص حاليا، ديانج نفسه مستواه مش هو ديانج. كريم نيدفيد لعيب مهم جدا في النادي الأهلي. لو على خالد عبد الفتاح وصلاح محسن تمام مفيش مشكلة، لأن هما الاتنين ما أضافوش ولا هيضيفوا للنادي الأهلي كتير. لكن كريم نيدفيد لو الإصابة مش مأثرة عليه وعطى النادي الأهلي هيدي النادي الأهلي كتير، لأنه لعيب مهم جدا في خط النص. ده رأيي. لكن عملية ابتزاز اللي بتتم ديت الواحد بصراحة بيبص لها بمنتهى الضيق من كل الأندية اللي بتتفاوض مع النادي الأهلي على أي لعيب. اللعيب ما فاضلش في عقده موسمين 3 عشان خاطر يشده في العريض بالطريقة دي. اللعيب عنده 30 سنة، ما هوش لعيب صغير. عمر كمال عبد الواحد ما هوش لعيب صغير عشان يطلبوا الطلبات دي. المفروض لعيب فاضل في 6 شهور، الطبيعي في أي دولة في العالم بيبقى العقد بتاعه خلاص بينتهي، فبياخد طردية بسيطة. يا إما الأهلي يستنى 6 شهور ويريح دماغه. كده كده عمر كمال عبد الواحد في آخر الموسم هيلعب مع النادي الأهلي. لكن بالطريقة دي بصراحة الواحد ما يرضوش إن إدارة التعاقدات في النادي الأهلي تكون بالضعف ده. وأنا مستغرب إن ممكن واحد بقيمة وقامة عادل القيعي إنه ممكن يوافق على الشروط المجحفة ديت للنادي الأهلي. كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية. ادينا لايك واشتراك ولنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.